معانا تليفون الدكتورة مها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتورة. مرحبا بحضرتك. أنا كنت عايزة بس أقول رأيي. اتفضلي يا فندم، رأيك يسعدنا. الله يكرم سواء حضرتك. وافقتنا أم خالفتنا. لا، ما هي دي النقطة الغريبة، إن أنا مستغربة إن في برنامج كامل بيناقش وجهة نظر ربنا. يعني معلش اعذر اللفظ يعني. نعم. يعني كأن مثلا ربنا قال حاجة، ازاي انا اقعد اتناقش هي تنفع ولا ما تنفعش، ولا انا ممكن اقبلها ولا ممكن ما اقبلهاش. الله يفتح عليكي. يعني الفكرة دي غريبة شوية. الله يفتح يعني عليك يا دكتورة. الله يكرم حضرتك. الله يحفظك. نحن في الحقيقة يعني بناتنا الآن وشبابنا في حاجة إلى أمهات كحضرتك يعني يعطيهن أو تعطيهن الوعي عن هذه المسألة، لأن احنا في مشكلة كبيرة دكتورة بنعاني منها. نقول ربنا سبحانه وتعالى كده يقول لك طب اقنعني. ده حاجة غريبة جدا. ربنا قال صلي يقول لك اقنعني، أنا مش مصلي. ربنا هو اللي خلق عقلنا أصلا، يعني أنا بناقش ربنا بعقل أنا اللي هو ربنا خلقه. نعم. يعني حاطين ربنا ند، يعني دي فكرة لازم الناس تفهم هي بتقول إيه أصلا. نعم. يعني احنا مش حاطين ربنا ند وبنناقشه بعقلنا القاصر اللي ربنا ادانا مستوى فهم معين مش قادرين نطلع عنه، ان احنا نناقش ربنا وبنشوف ينفع ولا ما ينفعش. لا، التعدد ده مش عاجب، ده هم لولا الملامه يعني كنت هتلاقي الناس المشاهدين بيقولوا الراي ده غلط ومش عاجبنا وفي ظلم، وكانوا قالوها يعني ببجاحه يعني كان ممكن يقولوها كده لولا ان هم فاهمين انهم بيتكلموا عن ربنا. نعم. يعني دي اول نقطه. تاني نقطه انا حابه اوضح، يعني الموضوع ده له كذا شق محدش يمكن تطرق اليه قوي، ان الستات نفسيتها فيها ايه لما بتشوف جوزها اتجوز عليها. كل مشكلتها انها بتتخيل انه ما عادش بيحبها وبيحب واحده ثانيه. دي المشكله فعلا. فاول حاجه انا هوضح لها ده من خلال الرسول عليه الصلاه والسلام اللي حضرتك قلت لا زواج الرسول له يعني سيستم ثاني، يعني لا ما الرسول عليه الصلاه والسلام اسوه لنا. نعم. واحنا بناخد منه برضه يعني بناخد منه كل حاجه. تمام. فهو ستنا عائشه لما غارت من ستنا خديجه، وفي اخت قالت ان فعلا غيره موجوده، ما فيش دي مشكله. نعم. وكانت عايزه تاخد زي ما تقول تكسب نقطه يعني، فبتقول للرسول صلى الله عليه وسلم انه ابدى لك خيرا منها. نعم. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان واضح جدا برغم ان زوجته ستنا خديجه توفت، الا ان هو ما قالش غير الحق اللي جواه، ما بخسها يعني حقها. اعطاها حقها. نعم. ودي حاجه يعني اثبت حبه لستنا خديجه، وما نقدرش نقول انه ما حبش ستنا عائشه وما حبش اي حد، لا بيحب كل زوجاته وعادل حتى في حبه. وطبعا فيما لا املك الحب ده، فيما لا املك اللي هو مش مطلوب فيه عدل الراجل. نعم. مطلوب فيه انه بس يبقى عنده سمت ان هو يعرف يتصرف. نعم. يعرف يعني ياكل بعقلهم، يعني مش يعني يعرف يعني يشعرها انه يحبها. يشعرها، انما مش ضروري. انا بحاول اجيب التعبيرات اللي هي يعني الناس تستوعبها اكتر يعني. تمام. معلش يعني قصدي تعبيراتي مش منمقه زيكم يعني. لا يا فندم، ده كلامك رائع جدا ما شاء الله. الله يخليك. يعني ما كده ستنا عائشه في كل الاحاديث او في اغلب الاحاديث مكتوب ان عن حبيبه رسول الله عليه السلام. نعم. اذا في اعتراف واضح وصريح في كل الاحاديث اللي بنحفظها ان ستنا عائشه حبيبه رسول الله، ستنا خديجه ده مما لا شك فيه. رسول الله. نعم. مما لا شك فيه طبعا. يعني اقصد ده ما فيش فيه جدال، ان لما يقول لها انا راح اتجوز عليكي، طبعا ما بتكلمش عن الناس اللي ما بتعدلش واللي راح يغيظ مراته واللي راح يتجوز واحده ثانيه عشان يطلق الاولانيه، ما بتكلمش عن الناس دي طبعا. تمام. انا بتكلم على الراجل المسلم الحق اللي ناوي يعدل. الله يفتح عليك، هو ده الذي نحن نريده. ايوه انا بتكلم عن النموذج ده. نعم. فطبعا المفترض انه بيحب دي وممكن بيحب دي. هتقول لي ازاي بيحب دي وبيحب دي؟ ليه الست مش قادره تستوعب انه بيحب الاثنين؟ هوضحها لها. اولا كابحاث علميه ان الراجل عنده القدره او الرغبه الجنسيه 4 أضعاف الست. تمام. ده بحث علمي. ليا واحده صاحبتي اجنبيه اسلمت بسبب او احد اسباب اسلامها البحث ده. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طبعا انت عارف الاجانب سهل عليهم قوي ان يسلموا، مفيش مشاكل يعني. نعم. انا بس عايز اذكر جميع الاخوه والاخوات المشاهدين ان حضرتك تتكلمين بلسان امراه. يعني مش رجل اللي بيقول الكلام ده او احنا رجاله، لا حضرتك امراه فاضله ومتعلمه ولك صديقه اسلمت بسبب هذا البحث. يمكن احتكاكي بحاجات كتيره هو اللي وضح لي الصوره. يعني طبعا اكيد انا كنت الاول مش فاهمه الكلام ده وزيهم بالظبط وكل حاجه. بس ربنا قدر في مره في قصه اصحابي بتاع كلام من ده، ابتديت استوعب ان الموضوع في حاجه ثانيه خالص. فانا انا جايبه كذا شق يعني صبرا عليا. فدي اول نقطه، ان العلم احنا مخنا من كتر قصوره بنستنى العلم يثبت لنا ان اللي ربنا بيقوله صح.
لا طبعا ده مبدأ مرفوض، ولكن احنا ومبدأ للاسف مرفوض، بس ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل فعلا، ده الشائع في المجتمع دلوقتي. فاذا الراجل هو عنده القدره دي. اذا انا لما اجي اعامل الراجل ما عملوش بقدرتي انا، ما عملوش بقدره ست. نعم. انا قدرتي كست وعندي حياء وكذا، ما اقدرش اتكشف قدام غير راجل واحد، ما ينفعش احب واحد تاني. طبعا اسبابه معروفه. اكيد طبعا. اول حاجه الحياء، ثاني حاجه طبعا هنبقى التعدد الانساب والكلام ده، يعني ايه اختلاط الانساب. نعم مفهومه، يعني مفهوم ان مسائل لا تحتاج الى جدال ولا الى نقاش يعني. مش محتاجه نقاش. ايه بقى فكره بقى ان الراجل ربنا خلقه كده، انتوا قلتوها، اسباب العنوسه، وان دلوقتي النسبه بقت 5 ل1، 5 ستات ل1 راجل. تمام. وقدام شويه هتبقى 50 ل1، ويعني قصه طويله عريضه، ربنا عارف كونه وهو خلقه ازاي. نعم. وعارف يعالج مشاكله ازاي. نعم. فدي تاني نقطه. ايه الفكره بقى ان مثلا الراجل بالذات يعني ممكن عنده قدره يحب 4، هنثبتها بايه كمان اثباتات الثانيه، ان الراجل لما يموت ان شاء يعني ما يموت فوق في الجنه له 4 يعني لغايه 70 حور عين. تمام. ممكن يوصل لو شهيد بقى ومش عارف ايه لغايه عنده لغايه 70 حور عين، والمراه بتاعته زوجته هتبقى سيده حور العين، يعني هي الاميره ان هي في حور العين. تمام. ومش كل اللي هيحصل ان هينزع منها الغيره. طب ايه رأي حضرتك ان في بعض الزوجات تغار من الحور العين؟ فوق؟ لا بتغير تحت. بتغير من المصحف دلوقتي يعني. وبتقول له ربنا ياخدك انت وهم. لا ده انا اتخيل انها بتغير وهي في الدنيا، انها مش هتغير فوق. ده زوجة يعني من ضمن الزوجات يعني. لا ما دي موجوده، انه كلهم بيغيروا حر لانها هتحبوها، مش متخيلين ان الغيره متشاله فوق. طيب دكتوره يعني جزاك الله خيرا، الله يحفظك، بس عشان وقت الحلقه قارب الانتهاء ووددت لو سمحت كل المداخله يعني. في ثانيه واحده. اتفضلي يا فندم. عشان تبقى تكمله موضوع الجنه. طيب ان الست في الجنه ملهاش الا زوج واحد. نعم. لو جوزت واحد ومات وجوزت الثاني بتختار بين واحد برضه. نعم. اذا هي في الارض واحد وفوق واحد، الراجل تحت فيه تعدد وفوق فيه تعدد. ربنا سبحانه وتعالى يجزيك خيرا والله على ما قدمتي، وشاكرون جدا لهذه المداخله، وشكر الله لحضرتك، وان شاء الله تابعينا عبر الشاشه.